هل دهب غاليه ولا لا، وهسافر بكام عشان يقضيني. بالفيديو ده هقول لك كل اللي انت هتحتاجه كمصاريف، تجربه شخصيه اللي انت هتصرف كام مثلا في رينج كام في دهب. اول حاجه هي الشركه اللي انت هتحجز معاها او الفندق. انا حجزت ارك. حجزت مع شركه اسمها ارك ب 3000 جنيه. آه، هي 3 ليالي و4 ايام. دي انكلود ايه بقى؟ انكلود كمان السفر من القاهره لحد الفندق رايح جاي، وكمان رحلتين، واحده للثري بولز وواحده لللاجونه. آه، دول اللي احنا عملناهم. وهناك اجرنا سنوركلينج، كان الماسك ب 150 في رينج 100. فانت لو جاي هات الماسك معاك لو انت معاك، او هات الشوز بتاع البحر كمان علشان ما تأجرش من هناك يعني. وهنا عشان كل الشواطئ صخور، فهتحتاج بجد الشوز بتاع البحر. فكويس قوي انك تجيبه معاك يعني. آه، الفطار بقى في دهب، احنا فطرنا من عند اول يوم من عند يوم يوم، وتاني يوم كلنا من عند المصري. ده اللي احنا فطرناه قوي، ما كناش بنجوع قوي هنا يعني. رينج الاسعار ساندوتش الفول ب 15، البطاطس ب 15، طعميه كريب 25. الاتنين في نفس الرينج يعني، كله المصري ويوم يوم بنفس السعر. ده كالفطار. بس احنا ما كناش عايزين نفطر بقى امريكان بريكفاست والكلام ده، عشان انا مش بحبه اصلا. وبس، فده اللي احنا فطرناه. الغدا بقى اكلنا ايه في ال3 ايام دول؟ اول يوم كلت من عند كينج تشيكن، كان 3 بيس فرايد تشيكن ومعاه كول سلو وبطاطس واتنين عيش. كان فرنج ال 200، كان ب 200 جنيه. تاني يوم اكلنا ايطاليان بيتزا من عند اسانور، في رينج ال 280 ل 300 على حسب يعني. هي الاسعار من 200 جنيه، من 280 لحد 300. تحفه، طعمها حلو قوي وكان عاجبني. تالت يوم اكلنا من فريسكا فطير شرقي، بجد طعمه احلى حاجه اكلتها في دهب، وهو فعلا الكواليتي حلوه جدا. وكويس قوي. كان رينج الاسعار من 250 يعني، هو رينج الاسعار 250. اللي تشيكن رانش والسجق كريب 250، فحلوه قوي. القعده بالليل بقى على اي كافيه على البحر مثلا، الكنزايه في رينج ال 100. تاني يوم قعدنا في افري داي. انا اكلت ديزرت، كان قدرة قادر وهاني كيك، حلوين قوي. رينج الاسعار من 150 ل 180. التالت يوم قعدنا في او 1، براد الشاي ده ب 200 جنيه. بس هو افتكرت طعمه هيبقى عامل زي اللي احنا دقناه في الجبل، بس هو لا، بس يعني شغال يعني عشان انا اللي طلبته. آه ايه تاني ممكن تصرف عليه فلوسك؟ لو انت بتجيب هدايا في الممشى، فيه اللي هم بيبيعوا كوسترات في رينج ال 25، ولو اكبر شويه بتبقى ب 50. المغناطيك بتاع التلاجة من 25 على انواع معينه، و50 انواع معينه تانية برضو. آه بس يعني عشان لو هتجيب هدايا وانت راجع القاهرة يعني. التنقلات هنا احنا محتاجناش تنقلات، عشان احنا كنا نازلين فندق قريب من الممشى. فتأكد انك قريب من الممشى، علشان لو انت اول مرة تيجي كمان تلاقي كل حاجة محتاجها في الممشى يعني. سألت حد قال لي التاكسي او العربية اللي بتنقلك بتاخد في رينج ال 50 جنيه. فمش عارف توديك فين لحد 50 جنيه، بس هم قالوا لي كده يعني. بس بالنسبة للمية، بالنسبة للبيبسي اللي بيبقى في السوبر ماركت أو حاجة، المية ب 15 جنيه، البيبسي ب 20. الحاجة أغلى ب5 جنيه، أو أغلى حاجة 5 جنيه من السوبر ماركت يعني. ده اللي أنا كل اللي صرفته يعني في دهب يعني. ف حاسس يعني انا لسه هحسب انا صرفت كام. انتوا كمان قولوا لي انتوا بتصرفوا كام في دهب لما بتيجوا، وهل بتحبوا انكم لازم عشان تسافروا تصرفوا جامد قوي، ولا اوكي اللي اهم حاجه السفر في مكان كويس والكلام ده؟ ولا عادي انكم تصرفوا قليل بس تيجوا مكان جديد وتتبسطوا؟ فانا لسه هروح واشوف كمان انا صرفت قد ايه. بس انا مبسوط عامه باي فلوس انا صرفتها بجد هنا. المكان هنا راحت بال مش طبيعيه.
فلو الفيديو عجبكم سبسكرايب ولايك وشير بقى لصاحبك اللي خايف يجي علشان الاسعار او ما يعرفش اسعار دهب ايه. فشير لصاحبك وان شاء الله تيجوا تتبسطوا يعني. مع السلامه.